بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واسعد حال. يلا حبايبي، هنعمل النهارده ان شاء الله طريقة الرز المعمر. بصوا يا ولاد، الرز المعمر قمر في نفسه، قمر. شايفين؟ والله قمر في نفسه يا ولاد. يلا يا ولاد نسمي الله كده. اهم حاجة يا ولاد، ملحوظة مهمة قوي، تسوية الرز حبايبي اهم من الرز نفسه. يعني طريقة العمل مش مشكلة قد طريقة التسوية. هنشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا ولاد معايا كوباية مج كده من الرز، تمام، وانا شايله المصفى كده عامله زي اللي شايله الفاس بتاعه ورايح الغيط، شكلي فظيع، تضحكوا عليا انا عارفه. بصوا يا حبايب قلبي، هحط هنا قطعه من الزبده مع ايه، طبعا المج الرز غسلناه وحطيناه حطينا عليه قطعه من الزبده، بقطعها بايدي بس عشان كنت نسيت اخرجها من الفريزر قبلها بشويه. بصوا بس هي ساحت معايا خلاص اهي، تمام. ومعايا هنا يا ولاد ايه، دي كوبايه من الرز من السكر، معلش ده السكر. هحط ايه، مش هحطها كلها، انا حطيت حوالي نصها. الرز بقى ايه حسب رغبتك، تقللي تكتري براحتك. اهم حاجه كده، احنا معانا 3 مكونات: كوبايه من الرز، تمام، معانا قطعه من الزبده، حته زبده قد الكيوي كده، شفتوا الكيوي يا ولاد؟ حته قد الكيوي كده. وهي هنحط عليها يا ولاد ايه، نص كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من السكر، ربع كوبايه من السكر. السكر ده بتاعك انت بقى، يعني على حسب رغبتك. وحطيت نقطه من الفانيليا، طبعا بصوابعي كده لحد لما شايفين اختلطت السمنه بالرز، والرز شرب من السمنه بتاعتي وشبع. هاجي كده بقى يا ولاد، هعمل ايه بقى؟ هنزل كده بكوبايتين من اللبن. طبعا انا كنت نزلت ايه نص كوبايه تاني، بس انتوا ما شفتوش، كان في المونتاج يعني. كده انا حطيت كوبايه من الرز، وبنفس الكوبايه كوبايتين من اللبن، وقلبته بالمعلقه كده اهو عشان توزعي الرز بتاعي كويس. بس هاخده بقى يا ولاد، هحطه تحت الشبكه، هياخد لون معايا. اول ما ياخد لون معايا هروح طافيه الشبكه ومشغله الفرن على نار متوسطه. ودي كانت النتيجه في الاخر يا حبايب قلبي. بصوا، انا قلت لكم سر التسويه اهو يا ولاد، هتعجبكم قوي والله، ان شاء الله هينجح معاكي وهيطلع معاكي احلى رز. بصوا حبايبي، هو بيتكلم عن نفسه والله. يلا يا حبايب قلبي اعملوه، وان شاء الله يعجبكم كده باذن الله، تاكلوا احلى رز معمر. يلا حبايبي، الف هنا وشفا، ربنا يحسن من بين ايديكم حبايب قلبي. سلام عليكم.